أستاذة شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب. ايه ده يا غالية؟ ايه ده؟ ده انا تعاطفت معاكي لدرجة ان في يوم حلمت بكابوس كان فيه حسام حبيب. هو في ايه؟ وبعدين هو انت مش كنتي طالعة على المسرح بتقول ابعد وجوري اناني انا عارفة هترجع تاني؟ ايه دي؟ فين دي؟ ما انت عارفة ان في دي ورجع عشان دي. ايه غالية؟ عمل ايه اللي معمول لك يا ماما؟ وحسام حبيب طلع يقول لا ده كان المشاكل اللي بينا مشاكل تافهه وصغير. تافهه وصغير يا ابني؟ ده انت كنت واخد عربيه مرسيدس يا ابني. يعني تافهه ايه وصغير؟ ده انت شرطت لها وقلت انها بتشم يا ابني. ايه ده؟ في ايه؟ بعد ما هي طلعت مع استاذه لميس وتقول انا لا يمكن ارجع له تاني، وتعالوا تفوا في وشي لو انا هرجع له تاني. طب انت رجعتي دلوقتي، احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ وبتتصلي وتقول احنا مبسوطين وفرحانين وبتاع. يعني انا دمي اتحرق يومين علشانك وبقول ربنا يكون في عونها ومرمية في المستشفى، وده من ناحية وده من ناحية وحرام عليك وصوت مصر وشيرين. ايه يا غالية؟ بتودينا وتجيبينا معاكي ليه يا غالية؟ ليه كده؟ بقول لك حلمت بحسام حبيب في كابوس. ده كان يوم فعلا، ده بجد من كتر ما انا كنت متعاطفة معاكي والناس كلها كانت متعاطفة معاكي. ايه اللي حصل يا غالية؟ ايه اللي حصل؟ ورجعت له انت مش طلعتي مع الاستاذة لميس وقعدت تقولي حبيته عقربة مش عارف ايه، ده شر، ده مش عارفة ايه. وطلعت نضال الاحمدية كانت بتقول ربنا يشهد ان اخوها ده كان بني ادم كويس وعمره ما كلها وعمره ما سرقها وعمره. لكن حسام حبيب لا انت كذا وانت كذا، فاكرين ولا؟ كان في فرش ملاية حضرتك، ما احنا ما كملناش يعني. ده كان لسه، يعني احنا لسه ما عدناش. كان في فرش ملايه وراح جابلك وانت في المستشفى الاعلام والناس وقالوا ده ضربها اخوها وسحلها ومش عارفه ايه. وبعد كده اضطر اخوك يقول الحقيقه، واضطر ان هو يقول ان مامتك شافتك وانت قاعده انت وهو في شقه التجمع وانتوا كنتوا متطلقين، وكان جايب لك السم الهاري بتاع الادمان ده وخدك ووداكي مصحة. وبعد كده انت طلعتي قلتي لا والله المصحة دي كانت زي الفل وكانت كويسة وما فيهاش حاجة، والناس عالجوني وكرموني وعيشوني احسن عيشة. وطلعتي من المستشفى رحت اتجوزتي حسام تاني. بقول لك ايه، انت طلعتي قلتي مع عمرو اديب ان انا مش هدخل الناس في حياتي تاني، لو سمحتي ما تدخليناش في حياتك تاني. خلاص بقى، هتتخانقي مش هتتخانقي الا بس لما تيجي تعيطي ما تجيلناش تاني لو سمحتي، علشان احنا بنكتئب وبنتضايق وبنقول شيرين وحرام عليك ونعمل هاشتاجات وفيديوهات ونعمل حاجات وانقذوا شيرين عبد الوهاب وحرام عليكم، وفي الاخر ترجعي له تاني. ايه يا بنتي ده يا بنتي؟ انت تعبتينا نفسيا والله، انا تعبت نفسيا بسببك. انا لا فرق معايا الدولار ولا فرق معايا انت وحسام حبيب. شوفي مش انا مش لاقيه اهو اي حاجه، بس اهو فرق معايا دي بقى. يعني انا مش فاهمه في ايه يا شيرين؟ دماغك فين يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل في الحياه؟ يلا، الفيديو ده كان بيقول ان شيرين رجعت لحسام حبيب.